Criminal cyber gang has stolen as much as $1 billion from over 100 financial institutions over the past 2 years. في منتصف الليل في قلب عاصمة بنجلاديش، البنك المركزي هادي والحراس بيشربوا شاي، كل شيء ماشي بصورة طبيعية. لكن في عمق السيرفرات في شخص مجهول على بعد آلاف الكيلومترات بيكتب أوامر مالية بمئات الملايين من غير ما يدخل البنك ومن غير ما يلمس الخزنة ولا حتى يشوف الفلوس. دي مش قصة خيالية، ده حدث حقيقي حصل سنة 2016. اللي نفذ العملية كانوا هاكرز من أذكى ما يمكن، وهتعرف ليه بعد ما تسمع القصة. قبل ما نبدأ في القصة لازم أعرفك هدفهم الأساسي، نظام سوافت أو السوافت سيستم. ال SWIFT أو السوافت سيستم هي اختصار ل Society of Worldwide Interbank Financial Communication. السوافت سيستم مش بنك، لكنه شبكة آمنة جدا من البنوك حوالين العالم علشان يقدروا إن هم يرسلوا ويستقبلوا أوامر تحويلات بملايين بصورة يومية. وأي بنك مشترك في السوافت يقدر يرسل أمر لتحويل الأموال، والأمر ده بيتنفذ فورا تقريبا لو جه من مصدر موثوق. باختصار، لو سيطرت على حساب السوافت سيستم لبنك معين فانت فعليا تقدر تحرك فلوسه لأي مكان. نرجع شهرين قبل السرقة. مجموعة الهاكرز بتبدأ مرحلة الريكوننسنس، الاستطلاع الرقمي، وبيعملوا حاجة اسمها بورت سكاننج عشان يعرفوا المنافذ المفتوحة في شبكات البنك، ويبدأوا ان هم يرسموا خريطة كاملة للشبكة او النتورك مابينج، ويقدروا ان هم يعرفوا النقط او الأجهزة الضعيفة. التارجت او الهدف بتاعهم هو الوصول لجهاز موظف عنده وصلة للسوافت سيستم، والباب اللي اختاروا يدخلوا منه البريد الإلكتروني. ازاي الموضوع ده بيتم؟ الهاكرز بيبعتوا ايميل شكله عادي كأنه فاتورة او تقرير مالي. الايميل فيه ملف وورد جواه مايكرو فيروس مكتوب بيه VBA. اول ما الموظف فتح الملف وضغط على enable content، ده ببساطة شديدة اتثبت في الجهاز بتاعه باك دور. وده خلينا نبسط المصطلح ده، وهو عبارة عن برنامج خفي بيدي الهاكر وصول كامل للجهاز بتاعه. هما كده فعليا دخلوا جوه شبكة البنك. الخطوة الجاية وهي السيطرة الكاملة، بدأ ان هما يزرعوا كي لوجز عشان يسجلوا كل ضغط على الكيبورد. بدأ ان هم يراقبوا تحركات الموظفين على الشبكة، بيعملوا بريفيليج اسكوليشن عشان يقدروا ان هم يأكسسوا او يحصلوا على صلاحيات المديرين الموجودين جوه البنك. بيمشوا ببطء شديد علشان ما يلفتوش الانظار. بعد اسبوع كامل بقى عندهم بيانات الدخول لسوافت زائد فهم كامل لجدولة التحويلات الكاملة للبنك. فجر الجمعة وقت البنك في اقل نشاطه وعطلة نهاية الاسبوع الدولية، بيكتبوا اوامر تحويل 951 مليون دولار موزعة على حسابات في الفلبين وسريلانكا. كل أمر فيهم مكتوب بشكل احترافي وكأنه صادر من موظف حقيقي في البنك. طلبات بتروح بصورة مباشرة على شبكة السوافت سيستم وبيتم قبولها تلقائي زي ما اتفقنا. في البنك أوامر السوافت بتطبع أوتوماتيكي على ورق. الهاكرز عدلوا برنامج الطباعة عشان يخفوا الأوامر المشبوهة، حتى لو حد راجع الورق مش هيلاقي التحويلات. ده نوع من أنواع اللوج مانيبيوليشن أو إخفاء الأدلة داخل النظام نفسه. كل شيء كان ماشي تمام لحد ما حصل خطأ صغير جدا. واحد من التحويلات كان فيه خطأ إملائي في اسم المستفيد. البنك الوسيط في نيويورك لاحظ الخطأ ووقف باقي التحويلات، والنتيجة بدل ما كانوا هيسرقوا 991 مليون خرجوا ب 81 مليون دولار فقط. ال 81 مليون دولار تحولوا لحسابات في الفلبين، ومن هناك الفلوس اتغسلت كلها في الكازينات. تحقيقات لاحقا أشارت لمجموعة لازرنس جروب المشتبه إنها مدعومة من كوريا الشمالية. لحد النهاردة معظم الفلوس مش راجعة. المخطط اللي رسموه من أذكى المخططات اللي ممكن تشوفها: بوشنج إيميل، مايكرو فيروس وباك دور، كي لوجر وباسورد. 4 اختراق السوافت سيستم، تحويل الأموال وغسيل أموال بعدها. في النهاية الهجوم ما كانش مجرد لعملية سرقة، كان اختبار لقدرة العالم على حماية أمواله. مجموعة صغيرة جدا قدرت إن هي تهز نظام مالي عالمي. كل ده بدأ بضغطة زرار على ملف إيميل. والأخطر إنه نفس الأسلوب ممكن يتكرر النهاردة. حتى مع تطور أساليب الحماية كمان تطورت أساليب الهاكرز. السرقة دي كانت إنذار مبكر، لكن السؤال الحقيقي: هل إحنا أخذناها بجدية؟ لو القصة دي فتحت عينك على عالم القرصنة الإلكترونية، ده مجرد جزء صغير من قصص أغرب وأخطر. ولو مهتم بالنوع ده من المحتوى اشترك دلوقتي وفعل الجرس، عشان الفيديو الجاي ممكن يخليك تبص لجهازك بطريقة مختلفة تماما.